صباح السعادة. تعالوا نعمل غدا بسرعة. يلا، معانا حلة فيها مية بتغلي. اوكي، معانا ورق غار كده كويس. معانا طماطمايه ونقطعها 4/4. معانا بصلايه مغسوله، كل ده مغسول، نقطعها 4/4 او اكتر، مش اشكال، لان هيترمي الحاجات دي، هتترمي تاني يا ماجي. هتترمي تاني، اصل هعمل فيها حاجه كده، عايزه عيني زفاره ارميها وارجع اعملها من اول وجديد بقى على ميه نظيفه. هنعمل ايه النهارده يا ماجي؟ تعالوا بقى نقول لكم هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وهنحط معانا كرشه مغسوله كويس جدا ومتنضفه ومنقوعه في ميه وملح ودقيق، وهتتغسل قصدي وهتتحط في الميه دي تغلي غلوتين 3 لمده 5 دقائق، وهدلقها واحط ميه غيرها. شوفوا بقى هنعمل ايه، خليكم معايا، اوعوا تروحوا في حته. وهنحط كمان فلفل اسمر، نسيت، عشان الحاجات دي بتشيل الزفاره. يعني فلفل اسمر وطماطمايه وبصلايه يغلي لمده 5 دقائق 10 دقائق بالكتير. ندلق الميه، نحط ميه جديده ونحط الكلام ده تاني عشان الزفاره كلها تتعان ونبقى نعمل شغل على نضيف قوي. وغليت اهي بقى ايه. طبعا بقى 10 دقائق لسبب، انا لما الميه غليت وحطيت الكرشه، الميه هبطت قبل ما تغلي قدامها دقيقتين 3 عشان تقوم وتغلي. عشان كده سبتها ال3 دقائق الاولانيين ورجعت 7 دقائق تاني قبل ما غليت. طبعا 3 دقائق قبل ما غليت. فكده بص كده هدلق الميه دي وهنحط ميه جديده. شوفوا هنعمل ايه. ورجعنا تاني وحطينا ميه نظيفه، والميه النظيفه قربت تغلي، المفروض اهي بتغلي اهي. معلقه فلفل اسمر، نص معلقه سكر، بصلايه مقسومه نصين بس مش اكتر. ممكن تحطيها سليمه، ممكن تحطيها سليمه، بس دي كبيره انا قسمتها، الصغيره هي زي ما هي. طماطمايه يا دوبك جرحتها بس كده، لكن ما قسمتهاش خالص. ماشي. الورق الغربه بغسله، انا بحب اغسله يا جماعه. اوكي ماشي كده لغايه كده تمام. مفيش ملح، مفيش حاجه تتحط، لا مفيش حاجه تتحط غير الكرشه اللي انا عينتها قدامكم، وصفيت الميه وشطفتها كمان بميه كمان عشان ما تبقاش زفر. وهرجع احطها عشان تستوي، خليكم معايا. وهنحط الكرشه اهي اللي احنا غسلناها اوريدي، خليناها زي الفل. اوكي، بنحط بايدينا، احنا غاسلين ايدينا، انا ايدي كده كده في المواعين وغسل ايديا. هنحطها ونغطي عليها ولما تغلي الميه بيها تاني، لان كده الميه هبطت تاني بعد ما كانت تغلي. اما تغلي هنروح موطيين عليها ونسيبها تستوي على الواطي، ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما الكرشه طبعا استوت على نار هاديه. بنعمل ايه؟ حاطين معلقه سمنه. اوكي، وحاطين ايه تاني؟ هقول لكم حاطين معلقه سمنه، وحاطين بصلايه كبيره. اوكي، وهنحط توم. خلينا طبعا البصلايه اتدبلت بس مش اتحمرت. اوكي، وهنحط توم معلقه كبيره، لان اليخني ده يعتبر ايه، بعملها زي اليخني كده. اللي هي ايه اللي هعملها زي اليخني؟ اللي هي الكرشه هعملها زي اليخني كده. فصين الثوم. اوكي، قلبته لغايه لما بقى يعني ايه ريحته طلعت الثوم كده وبقى بان فاتح. مش معانا نص كيلو طماطم احنا فارمينه بحبه ميه، هنفضيه وهنحط نص معلقه سكر او ربع معلقه سكر على الكلام ده. اوكي كده، وهنحط الفلفل الاسمر معلقه بس ممسوحه شويه عشان ما يبقاش يعني عامل على صدرنا. اوكي، وهنحط مرقه دجاج اهي، مرقه دجاج لحمه مش فراخ، مرقه دجاج بس، المرقه بس اللي هي بتاعت اللحمه مش الفراخ. وهنستنى لما تغلي ونرجع عشان نحط الكرشه. هنا خلاص كده بقى لها 5 دقايق بتغلي، انا مش عايزه اسبكها قوي، هو 5 دقايق غليت فيه وحطيت الملح. اوكي، بعد ما حطيت الملح هنيجي هنا سمي الله. بصوا الكلام، مستويه بقى وجميل. هشوف بقى ده كده هكمله وهرجع لكم. وادي الكرشه بعد ما خلصت، بصوا جميله ازاي. تعمل جنبها ايه دي يا ماجي؟ هيتعمل جنبها لا اما رز ابيض لا اما رز بشعريه، ايه اللي تختاريه. طب واللي بيحب الكرشه مسلوقه بس، عندنا الشوربه الثانيه طبعا نضيفه وزي الفل. دي انا رميت الاولانيه فدي الثانيه، وغسله الكرشه كويس وحطها في شوربه جديده، فالشوربه دلوقتي فيها حبه كرشه. ليه اللي عايز بالشوربه دي لوحدها كده في قلب ايه الشوربه.
اوكي، ومحطوط معاها ملحها ومحطوط معاها التوابل ومحطوط معاها مرقه دجاج وكل حاجه، مرقه فراخ يعني اللي هي ايه، مرقه لحمه اللي هي ايه بقى، الشوربه ده لوحده كده اللي يعوز هيغلف وياكل. لكن ده الجمال ده اللي انا بحبه، انا بحبه كده بصراحه. اوكي، بصوا الجمال، ومهريه ومستويه بقى وايه جميله، وطيت عليها بقى. بصوا الشوكه بتعمل ايه، يعني تحطي الشوكه كده تبقى معايا. وبالهنا والشفا، والاشتراك في اليوتيوب، ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد في جديد. وبولو